ريحة الحواوشي كفيلة تجيبنا من آخر الشارع على ملا وشنا. من الحاجات اللي بنمشي نشمها في الشارع وبنبقى هنتجنن عليها، وللأسف معظم الأماكن بتعملها عبارة عن شغل ودهون وبس. تعالي بقى أقولك تعملي الحواوشي الروعة ده ازاي، ولو عايزاه بالجبنة ويمط معاكي المطة الحلوة دي هيطلع معاكي كده، ولو بتحبيه من غير جبنة ومقرمش برضه هقولك طريقته ازاي. انا استخدمت اللحمة المفرومة بتاعت فريش فارم بأمانة، هي اكتر لحمه استخدمتها وحسيت ان هي بلدي من عند الجزار. بصي حتى هي شكلها شبه لحمه الجزار جدا. انا استخدمت علبتين، العلبه 350 جرام. طبعا انت عايزه تستخدمي علبه واحده وتزودي في الخضار والبصل مفيش اي مشكله، بس انا عندي طفل اصلا بيحبش الخضار. استخدمت خلطه الحواشي بتاعت ويلز دي بصراحه رائعه. عملت بقى فلفل وشطه وبصل وعودين بقدونس. طبعا انا الشطه مش بحبها قوي فبحط منها كميه قليله جدا، وكمان بخليها من البذر زي ما انت شايفه عشان البذر ده بيبقى فيه التركيز بتاع الحموة قوي، فانا بشيله خالص عشان احنا مش من هواة الشطة قوي. وبحط قرن واحد بس. طبعا انت لو بتحبي الشطة كتير او ولادك بيحبوا الشطة كتير زودي ما يهمكيش. وحطيت بقى حتة ليا ضاني قلبت لي الموازين بقى ووديته في حتة تانية خالص. حطيت حتة الليا بتاعتي وحطيت طبعا البصل والفلفل والشطة والبقدونس، فرمت ده كله مع بعضه في الكبة كويس قوي. طبعا انتي تقدري تزودي كمية البصل، الحواوشي من الحاجات اللي بتاخد كمية بصل كتير جدا. اعملي ما يهمكيش وحطي فلفل وحطي فلفل الوان، ويعني ظبطي الدنيا لو انتي عايزة تلمي الميزانية. واستخدمي علبة واحدة بس، العلبة 350 جرام. انا حطيت بقى الخليط بتاعي اللي انا عملته في الكبة ده وخلطة الحواوشي الجاهزة بتاعتي دي، وزودت شوية ملح عشان خلطة الحواوشي دي كانت كميتها اقل من كمية الحواوشي اللي انا عاملاه. وحطيت شوية بابريكا مدخنة بقى بتديني نكهة التدخين بتبقى خطيرة. لازم الخليط ده يا جماعة يتعجن كويس قوي قوي لحد ما تشوفي الانسجة بتاعته بالشكل ده كده. ولو وصلتي معايا لحد هنا اوعي تكوني نسيتي تعملي اللايك والشير. بجيب العيش بتاعي بفتحه بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبلاش تقطعي وترمي حاجه منه عشان حرام. انا بفتح منه حته صغيره كده بصباعي، بعد كده بدخل فيه المقص وبفتحه بالشكل ده. في ناس بتروح قطع حته من حرفه عشان تفتحه، انا ما بحبش ارمي اي حاجه، دي نعمه ربنا. بدات ان انا بقى اجيب العيش بتاعي وابدا ان انا احشيه بالشكل اللي انت شايفاه ده بشكل متوازن، ما يبقاش مليان قوي وبرده ما يبقاش فاضي. وتفردي الخليط جواه كويس قوي علشان خاطر كل جزئيه يبقى فيها حواوشي. انا بقى جبت ايه، جبت حته سمنه بلدي مع حته سمنه صناعي كده مع حته ليا كنت مسيحاها، وسيحت دول مع بعض كويس قوي ودهنت بيهم العيش بتاعي حلو قوي من كل الجهات، من تحت وبعدين قلبته ودهنته من فوق. هتقولي لي ما بدهنوش زيت ليه؟ عشان بصراحه ما بحسش ان الزيت هو افضل حاجه، كمان بحسه بينشفه على الفاضي ومش بيدوله طعم. انما بقى حته السمنه البلد دي مع حته الليا قلبته في حته تانية خالص. وجبت بقى موتزاريلا وبدات ان انا احشي الموتزاريلا جوه العيش بتاعي بالشكل اللي انت شايفاه ده لو انت عايزاه بالموتزاريلا. طبعا احنا مش من هواة قوي الموتزاريلا، فانا عملت بس ايه كمية بسيطة كده عشان اوريكي الطريقة ازاي، لكن احنا بنحب الحواوشي على اصوله من غير اي موتزاريلا. بدأت ان انا بقى افرد الموتزاريلا جوه العيش بالشكل ده، ودخلته على فرن سخن جدا على ارضية الفرن. لما ارضيته اتحمرت حطيته تحت الشواية. انا بحبه بقى مقرمش كده وايه وخطير. ولعت فحمية على النار لحد لما بقت جمرة حمرا كده، حطيتها في وسط الحواوشي وحطيت عليه شوية زيت وغطيت بسرعة. بقى ما اقولكيش الريحة كانت عاملة ازاي، كان خطير. وشوفي بقى مطة الجبنة معايا حكاية. الجبنة الموتزاريلا مش عايزة تغيب، والحواوشي بتاعك ما تغيبهوش في الفرن. كل الموضوع يا دوبك يتحمر من تحت، تطلعيه تحت الشواية تحمريه من فوق بيكون استوى، وبيطلع معاكي بالشكل الخطير اللي انت شايفاه ده. فعلا روعة روعة روعة. مهما اكلتي حواوشي بره مش هتعرفي تاكلي حواوشي بطعامة اللي انت بتعمليه بايدك في البيت. حتة لحمة نظيفة مع خضار نظيف ومعمول كله على نظافة، والف هنا وصحة.